تفتكروا ايه هو المكون اللي بخبيه عليكم اللي بيخلي القرص طرية ودايبة معايا؟ ونفسكوا تعرفوا المقادير؟ تعالي وفري تمن القرص واعملي اللي احلى منه. تعالي نسمي الله ونصلي على الرسول. ما تنسوش تدعموا الفيديو علشان الكل يعرف ايه هو المكون الخفي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول مقادير ال4 كيلو دقيق. هنقول مقاديرهم. معانا هنا 2 كيلو من اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اللبن عامل زي القشطه ازاي. اللبن لو في الصيف فش منك في الروابان اضربيه في قلب الخلاط هيطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي كانه قشطه بالظبط. بصوا اللهم صل على النبي. 2 كيلو من اللبن، نص كيلو من القشطه، ربع كيلو من السكر، كيلو وربع من السمنه. معانا 20 جرام من الخميره. ومادام في الحر ما بنحطش بيكنج باودر، لو في الشتاء هنحط بيكنج باودر علشان نضمن نجاح القرصه من جوه والسوا بتاعها كمان. احنا قلنا كده ايه مقادير ال4 كيلو دقيق: كيلو وربع من السمنه، 2 كيلو من اللبن، نص كيلو من القشطه، 20 جرام من الخميره، ربع كيلو سكر. تمام كده. بصوا الخلطه عايزه اقول لكم ده للقرص الطريه الفلاحي حاجه من الاخر. واخلط كل المكونات دي كلها مع بعض لحد ما السكر والخميره يدوبوا مع بعض كويس جدا. هبدا احط بقى معايا الدقيق. بعد ما خلطت بقى ومكستهم مع بعض كويس جدا، شايفين تشوفوها كده تقولوا ايه كريمي. الناس اللي بتقول لي اللبن الرايب بتاعك بتراوبيه ازاي شيماء بيبقى عامل زي الكريمي، عايزه اقول لكم ان احنا في الحر ساعات بيفش معانا في الروابان، بضربه في قلب الخلاط بيبقى معايا كريمي زي ما شفتوه كده في الاول وانا بقلبه في قلب الطبق. بجد بيبقى تحفه وبيخلي القرصه طريه جدا وحلوه وما بيخليش الحتت اللي فيها تبان في القرصه. بعد كده بقى ايه بحط الدقيق وهوريكم السمك بتاعها دلوقتي. بتكون طريه كده وايه وجميله، تعرفي تفرديها كده بكل سهوله. انا بحذركم اوعي في الصيف تحط لها بيكنج باودر، هتبقى القرصه معاكي عامله زي الحته الفشه من جوه والايدام بتاعها مش هيبان فيها. معلومه محدش هيقولك عليها. لو انت عايزه تزودي الماده الدهنيه تخليها 150 جرام من القشطه وتخليها 350 جرام من السمنه يبقى كده تمام، خدت 500 جرام من الماده الدهنيه، يبقى كده القرصه بقت معاكي زي الفل. تعالي بقى اوريكي السمك بتاعها. بصوا بسم الله ما شاء الله عجينه الله اكبر. بصوا القرصه ناعمه جدا جدا جدا. بصوا شايفين الماده الدهنيه؟ بصوا ايدي ده من الماده الدهنيه. الريحه بتاعتها اللهم صل على النبي. احنا عاملينها بسمنه خليط. الناس اللي بتقول لي يعني ايه سمنه خليط، يعني بحط لها قشطه على سمنه نباتي من اللي هي بره. اما لو سمنه صافي بلدي بنحط قشطه وسمنه بلدي. خلاص علشان تبقوا فاهمين. بعد ما عجنت القرص بتاعتي بقى بالشكل ده بسيبها تريح معايا لمده 5 دقايق كده، 5 دقايق بالظبط، ما بكترش عن كده. لان كده كده احنا بنبطط ونكور القرص بتاعتنا ونسيب الرفع بتاعها مع الخمر على السجان. يعني انا ما بسيبهاش تخمر دلوقتي. لو احنا في الشتاء بعد العجن اقول لك سيبها تخمر، وبعد الفرد كمان سيبها تخمر. ليه؟ علشان في الشتاء بتقعد فتره طويله على ما بتخمر. بس لما تسيبها بعد العجن في الشتاء تخمر بتسهل معاكي الخمره على طول على السجان وتخبزي. اما احنا في الصيف دلوقتي نعمل ايه؟ هنشتغل على طول 5 دقايق بس نريحها كده، وبعد كده ايه هنكورها ونبططها على طول ونشتغل. بعد ما بتريح بقى لمده 5 دقايق بجيب الكوره كده اهو والمها ايه ابرومها كويس، وبعد كده اقطع القطعه اللي انتوا عايزينها، الكره اللي انتوا عايزينها كبيره صغيره زي ما انتوا عايزين، واقطع كل الكميه بتاعتي علشان ترتاح، علشان لما اجي ابطط يكون ارتاح معايا. واللي باجي اعمله ابططه باخد اللي انا ايه مكوراه الاول. ليه؟ بيكون ارتاح معايا وتفرد معايا بكل سهوله. تمام اهو. لما اجي بقى ابطط اقوم واخده اللي انا عملته فين في الاول، اللي انا مقطعاه في الاول اهو، واقوم ايه مبططاه كده. ده سمك القرصه معايا. بصوا ده سمك القرصه يا شايفين، ده السمك بتاعها. تمام ناعمه معايا وزي الفل. ادي القرصه بتاعتنا اهي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بص في قلب السجان ورص بقى ايه بالشكل ده كده اهو.
لو انا مش هعرف اشيل بعد ما بططه واشيل واحطه في قلب الصاج، اجيب الكرة اهو واحطها في قلب الصاج بالشكل ده وابططها. عايزينها بقى تخينه، رفيعه، متوسطه، في ايدك انت براحتك انت. طب انت بتحبها ازاي يا شيماء وبتعمليها ازاي؟ لا هي تخينه ولا هي رقيقه، عشان تطلع معايا سمك القرصه ما تبقاش تخينه قوي ملحمه قوي من جوه كده، لا، عشان تحس بطعم الايه، الادام فيها كده وتلاقيها بتدوب في بقك. اخلص بقى كل الكميه دي تبطيط وهوريكم دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الناس اللي عايزه برضو تعمل 2 كيلو تقسم المقادير اللي احنا عملناها دي على 2. حابه تعمل كيلو تقسمها برضو على الواحد. تمام، هيطلع لك مقادير الكيلو. طب انتوا قولوا لنا المقادير يا شيماء بتاع الكيلو الدقيق على طول، علشان ايه نعملها على طول. اقول لكم كيلو دقيق، نص كيلو من اللبن، 300 جرام من السمنه، 8 كيلو من القشطه، 50 جرام او 60 جرام من السكر، و5 جرام من الخميره. ده في الحر، لو احنا في الشتاء خلاها 7 جرام. خلاص كده تمام. لما اقول لك الكيلو الدقيق ياخد معايا نص كيلو من اللبن، ممكن يبقى على حسب امتصاص العجينه، يا اما تقبل زياده يا اما اقل. ممكن تزيد معايا ال 100 جرام كمان من اللبن، يا اما تاخد معايا نص كيلو بالظبط. خلاص تمام كده. في معلومه حلوه قوي يا ولاد، لو انت قليتي المواد الدهنيه في قلب القرص، يبقى انت هتزودي السائل في القرص، زي اللبن او اللبن الرايب او الحليب، يبقى انت هتزودي فيه. ولو انت هتزودي في الماده الدهنيه، يبقى المواد السائله زي ما هي، وممكن تقلي فيها شويه. يا سيدي يا سيدي، حطوا اللايكات يا ولاد وصلوا على رسول الله، وما تنسوش تدعموا الفيديو واعملوا شير على قد ما تقدروا علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتستفيد منه. صلوا على رسول الله. بعد ما بنبطط بقى وتخلص تبطيط زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، عاملين لنا الكميه ال4 كيلو، مطلعين كميه ربنا يا رب يجعله بالف هنا لكل اللي ياكل منه. بعد ما بنخلص تبطيط على طول بنغطيه علشان الوش بتاعه ما يقشفش، ولما نيجي نشيله من السجان اللي هي الكبيره اللي زي الصواني دي ونحطه في قلب البتاع، ما تقطمش كده معانا من النص وتبقى شكلها حلو. ولما يخمر خالص نحطه في قلب الفرن على درجه حراره متوسطه زي ما هوريكم دلوقتي، وهيطلع من الفرن وهنوريكم بقى الجمال والحلاوه. صلوا على رسول الله، وما تنسوش تدعموا الفيديو بقلب جامد. حط اللايك يا اختي لاختك انت وهي. ما استفدتش؟ طب بالله عليكي ما استفدتي من الفيديو؟ طب بالله عليكي حتى ما عرفتي مقاديرنا ايه؟ طب بالله عليكي لا تحطي اللايك؟ طب بالله عليكي حطي اللايك لاختك اللي تعبت دي وقالت لك على كل حاجه، اللي ما بتستخسرش فيكي اي حاجه.